بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده احكي لكم قصه جميله خالص انا عشتها. واحده من البنات الحلوين او الستات الحلوين قوي 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 في ولايه من ولايات امريكا جات لي فيهم وقالت لي ابونا كلمني عن الماكسيموم لاف اللي هو الحب الكامل. قلت لها انت كويسه قوي، انت مش محتاجه اي حاجه تاني، انت اسم الصليب عليكي، مخليه عيالك قديسين وجوزك الاجنبي قديس وبتصلي 3-4 قداسات في الاسبوع ومواظبه الاعتراف وبتصلي صلواتك ومطنياتك. انا ما شفتش زيك، فانت كويسه قوي حبيبي، مش محتاجه حاجه. قال لي يا ابونا ارجوك قول لي بس عن الحب اللي حبه القديسين اللي هو الحب الكامل. قلت لها يا حب الكامل، انا يعني قلت الحب الكامل، قعدت افكر بقى على الايمان الكامل في الكتاب المقدس، يبقى هو ده الحب الكامل. قلت لها I think على ما اعتقد ان الحب الكامل اللي هو زي ابراهيم اب الاباء، لما ربنا طلب ابنه وحيده حبيبك الذي تحبه نفسك، قال له حاضر يا رب، وراح يقتله بنفسه، يذبحه بنفسه. فالحب الكامل ان حد يطلب منه حاجه او ربنا يقول له اديني كذا وهو يديها له اضعاف happily willingly with thanksgiving، يعني برضا وشكر وفرح، يعني بتقدم بفرح ورضا وشكر. يعني قالت لي، يعني قلت لها يعني ايوب مثلا ربنا طلب ياخد كل ولاده وكل ثروته، قدمهم برضا وشكر وفرح. بولس الرسول اتبهدل خالص خالص خالص، ما قدم حياته كلها برضا وشكر وفرح. فانت لو ربنا طلب كل صحتك تديها له برضا وشكر وفرح، لو طلب كل فلوسك تديها له شكر وفرح، لو طلب حد من عيالك تديها له برضا وشكر وفرح. قالت لي شوف يا ابونا، يعني عيالي دي صعبه شويه، نصلي سوا عشان اوصل لها، لكن الحقيقه اي حاجه تانية انا ما عنديش مشكله. كنا في اوائل 2019 قلت خلاص هصلي معاكي ونصلي سوا من اجل الحكايه دي، وانتهى الموضوع وخلصنا. في شهر نوفمبر ابنها كان في الجيش، ابنها الكبير عنده 19 سنه، امور قوي، انا شفته وعارفه يعني. بعدين كلمها وهي في العربيه ومعها ابنها الصغير، فهي اول ما شافت نمرته راحت حطت السبيكر، حطته على مكبر الصوت يعني، وقالت له هاي حبيبي هاو ار يو، ازيك عامل ايه؟ انت عارف ان انا وبابا واخواتك جايين نزورك الاسبوع الجاي؟ فسمعت صوت غريب خالص بيقول لها سوري مام، انا اسف، انا مش ابنك مات. قالت له انت مين؟ قال لها انا زميله في الاوضه، والحقيقه سمعته بيطلع اصوات كده غريبه وهو نايم، رحت ابص عليه لقيته مات. فرحت واخد التليفون من جنب راسه وقلت كول مام، اطلب ماما زي ما الاخ ده بيعمل. فانا طلبتك وانا فكرت فيكي اول واحده، لان انا فقدت امي وانا عندي 5 سنين. فقالت له طب قول لي، هو كان بياخد الكحول؟ قال لها لا ما كانش. قالت له كان بياخد مخدرات دوز عالي ولا حاجه؟ قال لها ابنك عمره ما عمل كده، مش زينا خالص. راحت قالت له اشكر ربنا، نشكر ربنا. يعني تخيل انها قالت اشكر ربنا على ان هو برغم انه مات، ان هو ما عملش خطيئة قبل ما يموت. فالمهم ابنها الصغير لما سمع كده ما قدرش يتنفس، جاله كرشة نفس، فراحت ركنت العربية على جنبه وقعدت تهزه وتقول حبيبي انا عاوزاك تفكر في اخوك، بس خد نفس عميق كده وفكر فيه وهو في حضن يسوع حضنه وعمال يبوس فيه، وهو ده اللي احنا عاوزين، اللي احنا عايشين عشانه، مش كده؟ وقعدت تشجع فيه وتفكروا ان اخوه في حضن يسوع ويسوع بيبوس فيه لغايه ما الولد قدر يتنفس تاني.
بعدين راحت عند جوزها قالت له مستني، قال لها مستني ابننا اللي في الجيش لما يصحى من النوم هيروح يشتري عربية جديدة وأنا هبقى معاه بالتليفون. فقالت له ابننا مش هيصحى، ابننا طلع السما. والعيلة كلها الأربعة راحوا البيت، البنت والولد والأب والأم راحوا البيت وقعدوا يصلوا وهم بيبكوا. الساعة 5 الجيش كلمهم، حد كبير بقى جنرال ولا حاجة، وقال لهم إن ابنكم مات وإحنا آسفين جدا، وإحنا عرفنا إن في زميله قال لكم، والراجل ده هيتحاسب ويتحاكم على إنه عمل كده. نسيت كل حاجة وقعدت تتحايل على الجنرال إنه يغفر للعسكري التاني. قالت له لو بتحب ابني أو عندك أي كرامة أو إكرام لابني سيب العسكري ما تحاكمهوش، لأن هو فقد أمه، فهو فكر فيا أول واحد. وما رضيتش تكمل كلام إلا لما هو وعدها إنه مش هيحاكمه. قال لها بكرة الساعة 8 التشريح. قالت له مش هقدر أجيلكم، إحنا الطيارة بيننا وبينكم بعيدة قوي، أنا عشان هوصل الساعة 3 الظهر، أرجوك تخليهولي بس. أنتوا عارفين بعد التشريح بيتحط في صندوق زي الأسدير كده ولا الزنك، ما ينفعش يتفتح يعني. فقالت له عشان خاطري خلوه، أنا نفسي أشوفه كده. فقال لها إحنا جيش، والجيش ما بيغيرش كلامه، الساعة 8 بالدقيقة وبالثانية هيجوا الدكاترة يعملوا كده ومش هقدر أغير الكلام وكده. فطبعا بتقول لي إيه؟ هي اللي بتقول بعد ما خلصت المكالمة راحت للأيقونة ست العذراء وقالت لها بقى كده يا عذراء، بقى أنت تنزلي ابنك من على الصليب وتقعدي تبوسي وتحضني فيه، وأنا ابني مش هبوسه ولا أحضنه قبل ما يتحط في الأرض؟ لو سمحتي اعملي حاجة. العذراء فعلا عملت حاجة. لما راحوا تاني يوم لقيوا فيه قرار من فوق قوي 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 بيأمر بعدم تشريح جثة هذا الشاب. دي معجزة، لأن مفيش حد في أمريكا ممكن صغير يموت وما يشرحوهوش، لأن محدش بيتوقع أن حد صغير يموت. فتخيلوا ده الوحيد اللي جاله أمر إن هو ما يتعملوش أي تشريح خالص. وهي بالليل نايمة ابتدى الشيطان يبهدلها وقال لها أنت لسه بتفتكر إن يسوع بيحبك؟ لسه بتقولي كده لغاية دلوقتي؟ بيحبك فين؟ لو بيحبك كان خلى ابنك يقعد حتى أسبوع واحد كنت هتزوريه. فاتسحبت كده من أوضة النوم وراحت المطبخ، ركعت وقعدت تعيط وقالت له يا رب تاخد ابني ما فيش مشكلة، اقبله مني هدية متواضعة، أنا ما عنديش مشكلة خالص، لكن تاخد السلام من قلبي ده هيعمل مشكلة كبيرة قوي فيا، فأرجوك يا رب ما تاخدش السلام من قلبي وعزيني بتعزيتك. ففي اللحظة دي الساعة 5 الصبح واحدة صاحبتها بعت لها المسج دي غريبة خالص. بتقول لها إيه؟ افتحي سفر الحكمة إصحاح 4 من 7 ل 17 هيعزيكي قوي. العجيب إن صاحبتها دي بعد كده قالت لها أنا ما كنتش أعرف إن في أصلا سفر حكمة، بس حد صحاني وقال لي اكتبي الرسالة دي فكتبتها. فراحت قرأت الرسالة وراحت فتحت سفر الحكمة. ولو تفتحوا سفر الحكمة إصحاح 4 7 ل 17 هتلاقوها على ابنها بالظبط. بيقول إنه كان مرضيا لله فأحبه، خطفه سريعا لئلا يغير الشر عقله، تعجله الموت. كل الكلام بيقول أنا خطفته، أنا خطفته، أنا خدته بدري أسبوع، بدري شهر، بس أنا خدته بدري لكي لا يغير الشر عقله. واتعزت قوي من الآية دي. ولما راحوا جابوا ابنهم وكانت هي متعزية خالص وبتعزي كل الولاد أصحابه وتقول لهم افرحوا لابني لأن ابني دخل السماء وأنا فرحانة له قوي. أنا مش بحكي لكم حاجة من القرون اللي فاتت ولا القرون الأولى، أنا بحكي لكم على ابنها الكبير مات من سنتين بس، لكن إيمانها كان عظيم. أنا مش عارف ليه بعض الناس تفقد إيمانها خالص كمان لما يموت لها حد. شوفوا دي قعدت تثبت الولاد وتعزيهم وتعزي الآخرين. في الأول قالوا ده عندها شوك، عندها صدمة نفسية وهتفوق بعد كده زي ما بنقول سرقها السكينة. لا، الحقيقة
لغاية يعني لسه شايفها من قريب خالص، نشكر يسوع متعزية وفرحانة بيسوع اللي مالي بيتهم ومالي قلبهم قبل بيتهم، وهي متأكدة إن ابنها بقى في حضن يسوع فعلا زي ما هي عندها الإيمان ده. ربنا يدينا كلنا الإيمان القوي ده اللي يخلينا ما نخافش ولا نتعب من أي حاجة في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن